بيبدأ الفيلم النهارده مع خبر مرعب عن مذنب بيقرب من كوكب الأرض، وطبعا ده خبر كارثي بيهدد حياة كل البشر والناس كلها قلقانة. والناس لما بتسمع الخبر ده بتترعب، لكن في المقابل في ناس تانية مش مهتمة خالص وبيحاولوا يعيشوا يومهم عادي جدا ولا كأن في حاجة. وبنتعرف بعدها على بطلنا إلجين اللي بيخطط مع ابن عمه شياو إن هم يطلعوا رحلة تابعة للشركة. وبيحاول إلجين يستغل فرصة عرض جديدة متقدمة له من صاحب الشركة، وده علشان يحسن وضعه. وإلجين عنده ثقة كبيرة في نفسه بالرغم من ديونه، وبيراهن بمبلغ كبير إنه في يوم من الأيام هيكون غني ومحدش هيقدر يقف قصاده. وهو بيعتبر إن الرحلة دي أحسن بداية علشان يحقق حلمه ويغير حياته. وفي نفس الوقت بيفكر في البنت اللي بيحبها شين، اللي شغالة معاه في نفس الشركة، وهو نفسه يلفت انتباهها بأي طريقة لأنها مش واخدة بالها منه خالص ولا بتعبر. وكالعادة إنجين بيوصل الشغل متأخر وبيلحق الأتوبيس بتاع الرحلة في آخر لحظة وهو بينهج. وبنعرف إن الأتوبيس ده مش عادي، ده أتوبيس برمائي بيتحول لسفينة وبيمشي في البحر. السواق ديك بيعرفهم على نفسه وبيشرح لهم خطة الرحلة بالتفصيل وبيوعدهم بيوم ممتع. المدير وصاحب الشركة بيبدأ يتكلم وبيكون فرحان جدا بالأسهم الجديدة اللي اشتراها وكسب فيها كتير، وعشان فرحته دي بيقرر يزود مرتبات الموظفين علشان يفرحهم هم كمان بالمرة. والفرحة كمان بتزيد قوي عند إلجن لما بيبص في تذكرة اليانسيب اللي معاه وبيكتشف إنه كسب الجايزة الكبرى ورصيده فجأة بقى 60 مليون، وده مبلغ خيالي بالنسبة لشخص مديون زيه. ومن كتر الفرحة بيقوم يرقص ويغني وسط زمايله وهم مستغربين هو بيعمل كده ليه، وبيحاول يقول لهم على الخبر السعيد ده وهو مش مصدق نفسه. وفجأة السواق بيلاحظ حاجة غريبة في البحر قدامهم، والموج بيبدأ يعلى بشكل مرعب، وبتحصل عاصفة ضخمة بتقرب عليهم بسرعة جدا والجو بيقلب في ثواني. والسواق بعدها بيحاول يهديهم وبيطلب منهم يلبسوا جواكت النجاة ويستعدوا للأسوأ، لكن الوضع بيسوء أكتر لما بيلاقوا سفينة ضخمة بتقرب ناحيتهم، وبيحاولوا يتفادوا الصدام في آخر لحظة، لكن للأسف الأتوبيس بيقع بيهم في أعماق المحيط. وفي اللحظة دي بيظهر حيوان بحري ضخم بيعمل موجة عالية جدا بتغرقهم كلهم. وبعد ساعات طويلة حطام السفينة بيستقر بيهم على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة، والناجين بيبدأوا يفوقوا واحد ورا التاني ويحاولوا ينقذوا بعضهم من وسط الحطام. وأول حاجة إلجن بيفتكرها لما بيفوق هي ورقة اليانصيب، وبيطلعها عشان يتأكد هي لسه معاه ولا لأ، وبيطمن لما بيلاقيها بخير، وبيقرر يمشي ناحية الغابة علشان يدور على أي مساعدة. وهو ماشي بيسمع صوت صريخ عالي، ولما بيقرب بيكتشف إنها شن ورجلها محشورة في فخ حديد، فبيجري عليها ويساعدها بسرعة وبيرجع بيها لمكان زمايله. وبيقضوا أول ليلة كلهم متجمعين في مكان واحد من الخوف والبرد. وتاني يوم الصبح بيحاولوا يتصلوا بأي حد بس للأسف مفيش أي شبكة ولا إشارة. والمدير بيبدأ يحلل الموقف ويقول لهم إن كلام العلماء طلع صح، وإن المذنب ضرب الأرض فعلا. وبيحاول يوصل لهم فكرة مرعبة إن البشرية كلها انتهت وإنهم الناجين الوحيدين، وده لأنهم كانوا في البحر وقت الكارثة. ساعتها الناس بتنهار وبتعيط لما بتسمع الكلام ده، وكل واحد بيفكر في أهله اللي ماتوا، ما عدا إلجن اللي كل تفكيره في ال60 مليون وعايز يرجع علشان يصرفهم. والمشكلة كمان إن التذكرة ليها مدة صلاحية 90 يوم بس، ولو ما رجعش قبلها الفلوس هتروح عليه. وبعدها بنلاقي الجو بيبدأ يمطر وبيضطروا يستخبوا تحت الصخور، وده علشان يحموا نفسهم. وتاني يوم بيخرجوا يدوروا على أي أكل لأن الجوع بدأ يقرص عليهم وتعبهم كمان بيزيد. فبيلاقوا شجرة فواكه بس عالية جدا ومحدش عارف يطلعها، والسواق ديك هو الوحيد اللي يقدر يطلع ويجيب لهم الأكل لأنه كان في الجيش زمان وعنده خبرة ومهارة. وبعدها بيحاولوا يعملوا علامة استغاثة كبيرة على الشط يمكن أي طيارة تشوفهم، وبيحاولوا كمان يبنوا برج عالي ويحرقوه علشان الدخان يلفت الانتباه، بس كل ده بيفشل ومحدش بيشوفهم. والمصيبة كمان بتكبر لما حطام السفينة بتاعتهم بينفجر فجأة وبيخسروا كل الحاجات والمؤن اللي كانت جواها، وبكده بيفقدوا الأمل تماما في الرجوع ولازم يتعايشوا مع الوضع الجديد. وبنشوف السواق ديك بيبدأ يفرض سيطرته عليهم بحكم إنه الوحيد اللي كان بيعرف يجيب أكل وعنده خبرة في البقاء، وبيعاملهم بمعاملة قاسية وبيخليهم يشتغلوا خدامين عنده مقابل الأكل. وفي الوقت ده بنشوف إلجن بيحاول يقرب من شين، بس برضه هي مش حاسة بوجوده ولا مهتمة بيه. وفي الآخر بيستقروا إن ديك يبقى هو القائد والملك المتوج على الجزيرة. وبعدها بنشوف إن هما بيتقسموا لمجموعات تجمع أكل ومية، والنظام بيمشي كويس الأول لحد ما إلجن بيقرر يخرج عن القواعد ويتفسح لوحده هو وابن عمه. وبعدها بتحصل خناقة كبيرة بينه وبين السواق لما بيرجع، وديك بيضربه وبيعلقه طول الليل عقابا ليه قدام الجميع. وتاني يوم إلجن بيقرر يسيبهم ويمشي هو وأخوه شياو علشان يدوروا على طريق للخروج. وإلجن كان عايز يجازف بحياته علشان يرجع ويصرف الفلوس قبل ال90 يوم ما يخلصوا، فبيعمل قارب صغير وبياخد أخوه بيمشي في البحر. وفي طريقهم بيلاقوا جثة دب قطبي ميت وطافي فوق المية، وده شيء غريب جدا وبيأكد لهم إن العالم الخارجي حصل له كارثة ومناخه اتغير. وبيرجعوا تاني للجزيرة غصب عنهم، وده لأن القارب فشل. وبنشوف ساعتها إن داك بيتعصب عليهم لما بيشوفهم وبيذلهم تاني، وبياخد منهم ورقة اليانصيب بالعافية وبيهينهم. وفي الوقت ده المدير بيحاول يعمل نظام جديد ويبني حياة مستقرة ومتحضرة على الجزيرة، بس ساعتها بنشوف إن ديك بيرفض الكلام ده وبيحصل انقسام كبير ما بينهم وبين بعض.
والمدير بياخد مجموعة وبيمشوا يعيشوا بعيدا عن تحكمات السواق. وفعلا وهم ماشيين في الغابة بيلاقوا سفينة ضخمة مقلوبة ومليانة معدات وأكل وحاجات تنفعهم جدا. وبنروح لإلجين وأخوه اللي بينضموا لمجموعة المدير وبيسيبوا السواق وبيبدأوا يعيشوا في السفينة المقلوبة، وحياتهم بتبقى أحسن بكتير. وشين كمان بتنضم ليهم وبتسيب السواق. بعدها بنشوف شين بتقرب من إلجين وبتحكي له عن حياتها ومشاكلها مع جوزها الخاين وإنها طالبة الطلاق. وبنروح كمان للمدير اللي بيعمل نظام مالي جديد باستخدام أوراق الكوتشينة كعملة بديلة للفلوس، وبيخلي الناس تشتغل مقابل الكروت دي، وده علشان يشتروا أكل وشرب منه. والنظام ده بيعجب الناس وبيحسسهم إن في حضارة ونظام زي المدينة، لحد ما ديك ومجموعته بيقرروا إن هم ينضموا ليهم، وده بعد ما الجوع بهدلهم والموارد خلصت من عندهم. وبنشوف إلجين وأخوه بيقرروا ينعزلوا في مكان لوحدهم خالص بعيدا عن السرعات دي، فبيلاقوا حطام هليكوبتر قديمة وبيقرروا إن هم يعيشوا فيها ويحاولوا يزرعوا أكل. وبعدها بنشوف إلجين بيحسب الأيام كل يوم على الحيطة وبيكتشف إنه فاضل 29 يوم بس وورقة اليانصيب صلاحيتها تنتهي. والموضوع ده بيجننه وبيخليه يفقد الأمل ومش عارف يعمل إيه. وفجأة بتحصل المعجزة والسما بتمطر سمك بكميات رهيبة فوق راسهم. وإلجين ما بيكونش مصدق نفسه بيجمع السمك هو وأخوه وبيخزنوه في حفر كبيرة. وبما إنهم هم الوحيدين اللي معاهم الأكل والسمك فبيبدأوا يساوموا المجموعتين التانيين ويفرضوا شروطهم على مجموعة السواق ومجموعة المدير مقابل السمك. وإلجين بذكاء بيستغل الصراع ما بين المجموعتين وبيخليهم يضربوا بعض علشان يضعفهم لحد ما يسيطر هو واخوه على الجزيرة كلها وبيخلي الكل تحت أمرهم بفضل مخزون السمك. وبيجمعهم كلهم وبيوحدهم تحت قيادته هو. وبنشوف إن الحياة بقت وردية والكل مبسوط ومتعاون. وإلجين بيعترف بحبه لشين والجو بيبقى رومانسي لحد ما في ليلة وهما بيحتفلوا بيسمعوا صوت سرينة. والسرينة دي من سفينة حقيقية بتقرب من الجزيرة. والكل ساعتها بيجري يشوف السفينة ويصرخ علشان ينقذوهم. بس إلجين وأخوه بيسكتوا وما بيرضوش ينادوا عليها وبيحاولوا يمنعوا الناس إن هم يشوفوها. والسبب إن إلجين خلاص عجبته السلطة والسيطرة على الجزيرة، وعارف إنه لو رجعوا للعالم الحقيقي هيرجع شخص عادي وفقير تاني لأن مدة اليانصيب خلصت. فالسواق ديك بيكشفهم وبيقول للناس إن في سفينة وإنهم شافوا النور بتاعها. بس إلجين بيكذبوا بذكاء وبيتهموا بالجنون. والناس للأسف بتصدق إلجين وبتحبس السواق وبتقول عليه اتجنن. وبنشوف بعدها إلجين بيكمل في كذبته وبيجبر المدير يتنازل له عن كل أملاكه وعقاراته بره الجزيرة، وده مقابل إنه يعيشه في الوهم وإن العالم بره انتهى خلاص ومفيش حياة. ومع الوقت بنشوف أخوه شياو بيبدأ يتغير وبيبقى شرير أكتر ومفترس، وده بيضايق إلجين اللي بيحس إن الأمور خرجت عن السيطرة. وفي النهاية إلجين ضميره بيصحى وبيقرر يعترف للكل بالحقيقة وإن ديك ما كانش بيكذب، وبيقول لهم إن العالم لسه بخير وإن في سفينة بتعدي كل فترة. فالناس هنا بتصور عليه وبيضربوه هو وأخوه، وشين بتزعل منه جدا وبتمشي وتسيبه. وفي اللحظة دي السفينة بتوصل فعلا وبتقرب من الشط. شياو والمدير بيحاولوا يهربوا ويسيبوا الباقيين ويستولوا على السفينة، فبتحصل فوضى وحريق كبير في السفينة القديمة. وإلجين بيحاول يلحقهم بس بيقع من مكان عالي وبيفقد الوعي. ولما بيفوق تاني يوم بيلاقي الجزيرة فاضية تماما وإن الكل مشي مع فرق الإنقاذ ومفيش غير شين اللي فضلت مستنياه ورفضت تمشي من غيره. وفي المشهد الأخير بنشوف إنهم تم إنقاذهم ورجعوا للمدينة والكل رجع لحياته الطبيعية، والمدير اشترى الجزيرة علشان يطوروها ويعملوها كمان منتجع سياحي، وخلى إلجين وشين هم المسؤولين عنها ويديروها سوا. وبكده بتنتهي رحلتهم الصعبة وبتبدأ حياتهم الجديدة مع بعض. دي كانت قصة فيلمنا النهاردة، قصة عن الطمع والحب والبقاء الأقوى. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وأكيد تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وتفتكروا لو كنتوا مكان إلجين كنتوا هتعملوا كده ولا لأ. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.